السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا آية. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وهستنى رأيكم في التعليقات. النهاردة هنعمل مع بعض المحشي المشكل في الفرن. طبعا المحشي ده اول اكلة واحسن اكلة هتعمل في الشتاء، بتدفي جدا في الشتاء. كمان هنشوف مع بعض تريكات التسبيكة. يلا بينا نبتدي. عندنا حلة هنحط فيها نص كوباية زيت، واول ما تسخن كده هننزل عليها ببصلتين متوسطين متقطعين صغير، بلاش يكون متقطع كبير قوي وبلاش يكون مبشور. تمام. هنيجي بقى بعد ما البصلة تتشوح هنشوحها شوية لحد ما نوصل للون الذهبي اللي هتشوفوه ده. هنا خلاص البصلة قربت تاخد لون معايا، لون ذهبي خفيف، مش عايزين اللي هو لون يكون غامق قوي. هنا خلاص البصلة كانت اخدت لون معايا اهو، لون ذهبي. هنحط هنا معلقة من الثوم المبشور، من الثوم المفروم، وهنقلب كده نشوح الثوم ده مع البصل لحد بس ما نشم ريحة الثوم كده. بعد كده هنيجي بقى نجيب معلقتين كبار من الصلصة، صلصة الطماطم، وهنبتدي نشوحهم مع البصل لحد بس ما نشم ريحة الصلصة طلعت، تكون كده تمام. نشوحها شوية صغيرين بس. طبعا الصلصة دي بتخلي الطماطم بتاعتنا والتسبيكة حمرا، فبتدي لون حلو للمحشي وطعم احلى. هنيجي هنا بنص كيلو من الطماطم مضروب في الخلاط بكمية مية بسيطة جدا، وهننزل بقى عندنا بمعلقة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل، ومعلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة من الكزبرة اليابسة، ومعلقة من ربع معلقة صغيرة من توابل تسبيكة الصلصة، بنجيبها من عند العطار. وهنقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه، وهنسيبها على البوتاجاز في حدود 10 دقايق. هي طبعا مفيهاش سوائل كتير فهتتسبك معانا بسرعة. خلاص كده هنغطي ونسيبها تتسبك. هنا اهو بعد 10 دقايق كانت اتسبكت معايا وبقيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عارف منين انها اتسبكت؟ بتبقبق بقليل صغيرة كده والزيت بيطفو على الوش. هنيجي بقى هنا نعمل الخلطة. هنجيب بولة غويطة، وهنجيب عندنا نص كيلو من الرز المغسول والمتصفي كويس قوي، ما يكونش فيه مية، وهنحط عليها تسبيكة الصلصة اللي احنا عملناها، وياريت لو تكون باردة عشان لو سخنة هتزود معانا من تسوية الرز وهيطلع الرز معجن معانا. هنقلب بقى الرز مع الصلصة لحد ما يمتزجوا كويس قوي. نقلب حاجة حاجة عشان الرز ياخد من كل حاجة، ما يبقاش مثلا في هنا شوية رز من غير صلصة ومش عارف ايه وكده، فلا نقلب كل حاجة اول باول. هنجيب بقى هنا حزمة من الكزبرة وحزمة من الشبت. بلاش نحط بقدونس، البقدونس بيليق اكتر مع محشي ورق العنب، مش بيبقى حلو في الكرنب ابدا.
هنقلب الرز مع الخضار. ممكن لو عندكوا عيدان توم خضرة ممكن تحطوها، بتدي طعم حلو برضو. هنجيب بقى ربع كوباية من الزيت، وده عشان الرز يكون مفلفل معانا ويطلع كويس. وعندنا هنا بصلاية متوسطة مبشورة بتدي طعم حلو. لو انتوا عايزين تضيفوا التوابل اللي ضفناها على الصلصة ممكن تضيفوها تاني، بس انا اكتفيت كده، مش حابة ان انا احط توابل كتير. المحشي اصلا مش بيكون حلو بالتوابل الكتير. هنقلب بقى بايدينا كل الكلام ده مع بعضه لحد ما كل حاجة تاخد من بعضها. وكده كانت الخلطة معايا جاهزة، خلطة لجميع انواع المحاشي. يلا بينا نكمل ونحشي بقية الحاجات بتاعتنا. عندي هنا بصل، البصل ده بصل متقشر ومية مغلية، تحطي البصل فيها يا دوبك بس البصلاية تطرى، بتطلعيها وتسيبها تبرد وتبدأي تفصصيها، بتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش بتاخد كتير، بتاخد تقريبا 5 دقايق على النار، وبتطلعيها بتبرد وما تسيبهاش تبرد جامد وتبدأي تفصصيها. هنيجي بقى هنا هنجيب البصل والطاجن اللي احنا هنحط فيه، وهتبتدي تحط الرز جوه البصلايه كده وتلفيها لحد ما تبقى معاكي بالشكل ده، ونشيل بس الزيادات. كمان واحده اهو نحط فيها الرز ونبدا نلفها على بعضها ونرص. وانا هنا بعد ما عملت الكميه كلها كانت معايا بالشكل ده. يلا بينا نكمل. هنا كان عندي كام وحدة كوسة في التلاجة، قورتهم وخدت القلب بتاعهم وحطيته في اسفل الطاجن، ونرش عليه شوية زيت صغيرين خالص. انا طبعا عندي الكوسة كانت كبيرة فقسمتها 2. الكوسة دي ممكن تديها تشويحة في الزيت بسيطة كده لو حابة، مش حابة خلاص. وطبعا نغسل الكوسة كويس قوي علشان الكوسة بيبقى فيها ساعات رمل كده وبيظهر في الاكل مش بيبقى حلو. انا هنا بدأت احشيها وارصها في الطاجن. طبعا انا طلعت بقى كل اللي عندي في التلاجة، قلت ايه يلا بالمرة انضف التلاجة عشان كان تاني يوم السوق، فقلت بقى ايه اعمل كل اللي فيها. ممكن نثبتهم واقفين لو الطاجن يسمح معاكي او ارتفاعه يسمح معاكي، ممكن تحطوهم واقفين كده. خلصت هنا كمية الكوسة، وجبت برضو كام وحدة من الفلفل كانوا برضو عندي في التلاجة. قطعتها من الاخر كده من عند العنقود اللي بيبقى ورا، وشلت البذر من جواها وغسلتها كويس وبدأت احشيها. يعني متحاوليش تكبسي فيها الرز قوي عشان ما يقعش منها بعد ما يستوي لانه بيزيد. هنكمل بقى كل الكمية دي، طبعا الكمية اللي تحبيها زي ما انت حابة. ممكن تجيبي فلفل اصغر من كده يكون افضل واحسن. ممكن كمان في التسبيكة لو انت حابة ممكن تضربي معاها الطماطم في الخلاط، ممكن تضربي معاها قرن فلفل حامي لو انت حابة، مش حابة خلاص، بس بيديها طعم وريحة كويسة. هنا خلاص خلصنا الكمية. ننتقل بقى للكروم. طبعا الكرنب ده كان ورق عندي متفرز للأسف، يعني ما كانش صابح. ان شاء الله هعمل معاكم
طريقة تفريز ورق الكرومب والسلق، كل حاجة عنده ان شاء الله في فيديو منفصل. بنلف بقى كبير صغير دي اذواق براحتكم، بس بلاش نملاها قوي يعني بتكون افضل واحسن. انا بحب المتوسط منها. هنا كده خلاص خلصت كل المحشي اللي انا هعمله. عندنا هنا بقى الشوربة، دي شوربة فراخ عليها عصير طماطمايه متوسطة وعليها معلقتين صلصة، وبندوب فيها الملح علشان ما نرشش الملح على الوش ويبقى مش متوزع كويس. هنحط بقى على محشي البصل المية لحد نص البصلاية كده، وعلى الكوسة برضو لحد نص الطاجن. وعندي كده محشي الكرنب هتحطي عليه الشوربة يدوبك بس كده، تغطي المحشي يكون الصوابع باينة منه، ما يكونش مغطيه جامد عشان ما يعجنش. وهنلف بقى المحشي بتاعنا بورق الفويل، ونهز برضو الطاجن كده زي ما انتوا شايفين، يدوبك المية تبقى مغطية بس يعني والصوابع منها باينة. وهنجيب سكينة او معلقة وبالراحة كده ونبدأ نحاول نوصل المية او الشوربة لكل المحشي فوق وتحت، عشان ما يبقاش فيه حاجة مش واصلها شوربة او كده، وكله يستوي سوا واحد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنغطي بقى بورق الفويل وندخله في الفرن على فرن ساخن مسبقا. انا مش ما عنديش تايمر او ما عنديش مؤشر لضبط درجة الحرارة، فانا هحطه في الفرن. اول ما يبدأ يغلي ويتشرب المية هبدأ اهدي عليه الفرن. اخد معايا ساعة وربع في الفرن وطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بجد كان تحفة جدا. ممكن كمان تضيفي على محشي الكرنب معلقة من السمنة على الوش او زيت، بس انا ما حطيتش عشان ما يبقاش تقيل قوي، يعني عشان الضمير والدايت وكده. كان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شوية محشي من الاخر، مش محتاجين ان انا اقعد اشرح واحلف لكم. هنا زي ما انتوا شايفين بجد جميل قوي، جربوه وهيعجبكم. هنا انا حبيت ادوق واتلسعت الحمد لله لانه كان سخن جدا. شايفين هنا حتى الرز الكوسة كان مستوية برضو، والرز اللي في الفلفل مفلفل خالص مش معجن ومستوي كويس، وكذلك برضو اللي في البصل. لو عجبتكم الوصفة متنسوش تعملولي لايك وتقولوا رأيكم في الكومنتات وجربوها، وان شاء الله هتعجبكم. دمتم في امان الله، مع السلامة.